واش عمرك جلستي وقلتي واش نقدر نربي ولادي على الدين في هذا الوقت اللي تبدل فيه كل شيء؟ التليفونات والفتن والتأثيرات، واش غادي نقدر نحافظ عليهم؟ اليوم غادي نقول لك الحقيقة اللي غادي تطمنك. راه التربية الدينية ممكنة، ولكن بطريقة مختلفة. كل نهار كنسمع كتقول خايفة على ولادي، الدنيا تبدلات، الفتن كترت، والتليفون ولا كيربي اكثر منا. ولكن خليني نقولك حاجة مهمة، تربية الأولاد على الدين في هذا الوقت ماشي مستحيلة، بالعكس ممكنة وأكثر مما كنتي متصورة. غادي نحكي لكم قصة بسيطة. كاينة كانت بحال أي فينا، مشغولة وتعبانة ومسؤولة على دار وأولاد. كانت كتقول ما عنديش وقت نعلم ولادي على الدين بطريقة كبيرة، ولكن دارت حاجة صغيرة وبدلات كل شيء. ما بداتش بدروس طويلة وما فرضتش عليهم بزاف ديال الحوايج مرة واحدة، بدات بنفسها. كانت إلا جا وقت الصلاة كتخلي كل شيء وكتصلي قدامهم، ما كتقولش سيروا صليوا، ولكن كتخليهم يشوفوها. كانت إلا غلطات كتقول اسمح لي ماما غلطات، باش يعرفوا باللي الدين أخلاق قبل ما يكون كلام. كل ليلة قبل ما ينعسوا ما كانتش كدير خطبة، غير 5 دقائق تحكي لهم قصة صغيرة على الصحابة ولا تعلمهم دعاء واحد بسيط. ومع الأيام ولادها ولفوا أنهم يسمعوا هذه اللحظة، ولات أجمل لحظة في نهارهم. يعني هما نهار كامل كيبقاو يستناو غير ديك اللحظة ديال ديك 5 دقائق باش يعرفوا شنو الجديد اللي هتقول الأم ديالهم، شنو غادي تعاود لهم، شنو كيتحمسوا. فعرفت واحد السر كبير، الطفل ما كيحتاج كثرة المعلومات، كيحتاج القدوة والحب والاستمرار. ما كانتش كتخوفهم من النار كل مرة، بل كانت كتقول لهم الله كيبغيك، إلا درتي الخير الله يفرح بك. ربطتهم بالله بالمحبة قبل الخوف. ودارت حاجة أخرى مهمة، راقبات شنو كيشوفوا في التليفون، ولكن من غير أنها تمنعه. يعني ما منعتوش مرة واحدة، بدات كتحاول أنها تنقص منه بشوية بشوية، وكتدخله حاجة أنهم يعني شي أنشطة اللي يقدروا يلعبوا بها ويتلاهوا مع الوقت. كتعطيهم قصة، لعبة تعليمية، أو اللي يكتبوا شي آية صغيرة. وكل مرة داروا شي حاجة زوينة كتمدحهم، كتفرح بيهم، أولا كتعطيهم شي حاجة زوينة بغاوها، أولا كتخرجوا باش هما كيفرحوا بديك الحاجة اللي عملوها. ودائما كتقول لهم أنا فخورة بك. وهذه الكلمة كتبني فيهم الثقة والدين مع بعضهم. وأجمل حاجة كانت كديرها، كانت كتدعي لهم قدامهم. دائما كتقول اللهم احفظ ولادي واهديهم وخليهم الصالحين. الولد إلا سمع يما كتدعي ليه كيحس بالأمان، وكيحس باللي الدين ماشي ضغط بل حب وحماية. اليوم هاد الأم فهمت باللي التربية ديال الأولاد ماشي مشروع يومين، هي زرع صغير كل نهار، كلمة طيبة، حضن، قدوة زوينة، أو دعاء صادق، وغادي تشوفي الثمرة مع الوقت. داكشي كيجي بشوية بشوية، ما كيجيش دقة واحدة. فإلا كنتي وكتخافي على ولادك، راه خوفك دليل على حبك ليهم، وحبك هو أول خطوة صحيحة في التربية. فما تستصغري حتى عمل صغير، راه عند الله كبير. واللي بغات ولادها يقربوا من الله خاصها هي تقرب قبل منهم. وخلي عندك يقين إلا زرعتي فيهم حب الله من الصغر، غادي يكبروا وعندهم نور داخلي يحميهم مهما تبدلت الدنيا. كل فينا كتجتهد على قد ما تقدر، ولكن كل وحدة عندها تجربة مختلفة. قولي لي في الكومنتير شنو هي الطريقة اللي نجحت معك في تربية ولادك على الدين. يمكن تجربتك تعاون أخرى.